كل اللي معاه ايفون تقريبا مر بمشكله الشاشه السوداء او تعليق الايفون على لوجو ابل. فانا جايب لك حل النهارده يقدر يساعدك لاي مشكله هتقابلك للايفون ايا كان اصدارك ايه او ايا كان التحديث بتاعك iOS هيكون على كام. اهلا بيكم، معاكم مين؟ في برنامج اسمه ريبوت. البرنامج ده من شركه تينر شير. الشركه دي طبعا كبيره ومشهوره في عالم الايفون واصلاح المشاكل بتاعه الايفون. البرنامج ده بيقدر يعمل لك حاجات كتير انت ما تقدرش تحلها بالايفون بتاعك ولازم تروح لواحد فني. بيقدر يعمل لك ايه؟ بيقدر يحل لك اكتر من 150 مشكله للايفون بتاعك، منهم مشكله تعليق الايفون على لوجو ابل، وفي كمان الايفون ما بيشتغلش لو مش عايز يشتغل معاك وانت قافله مش عايز تشتغل، او الشاشه متجمده يعني الشاشه ثابته، او الشاشه السوداء. 150 مشكله تقدر تحلهم وانت قاعد في البيت. كمان عندنا الدخول لوضع الاسترداد مجانا والخروج منه. بيقدر يدخلك عن طريق البرنامج لما تفتحه على الكمبيوتر بتاعك وتوصل الموبايل بتاعك بالكابل، يقدر يدخلك في الوضع ده فري. كمان بيقدر ان هو ينزل لك الاصدار بتاعك. يعني انت لو على اصدار iOS 26 وحسيت ان الموبايل بتاعك مثلا مهنج او التحديث ده مش حلو، فالبرنامج بيقدر ينزل لك الاصدار القديم اللي هو iOS 18، او طبعا العكس لو عايز تعمل الابديت عن طريقه. كمان بتقدر عن طريق البرنامج تعمل اعاده تعيين للايفون او الايباد او الماك. يعني البرنامج ده بيشتغل على اي حاجه تبع ابل يا جماعه. تقدر تعمل اعاده ضبط مصنع للموبايل بتاعك، وتقدر ان انت تعمل اعدادات افتراضيه بترجع الاعداد الافتراضيه بتاعه الموبايل تاني، وتقدر ان انت تعمل مثلا مسح البيانات قبل ما تبيع الموبايل، ودي خطوه مهمه جدا عشان في برامج بترجع البيانات بعد ما البيانات بتتمسح. فده بيقدر يعمل لك ان انت تمسح البيانات بتاعه تليفونك قبل ما تبيع تليفونك وتبقى مطمن 100% ان البيانات دي مش هترجع تاني. كمان البرنامج ده بيتميز باكتر 3 طرق مهمه لاصلاح اي مشكله في الايفون، ودول اللي هنشرحها لما نخش على البرنامج. هسيب لك برضو لينك البرنامج ده في الديسكريبشن تحت عشان لو عايز تخش تحمله. طيب لو جينا رحنا للبرنامج وفتحناه كده، البرنامج هيفتح معانا بالشكل اللي قدامنا ده. دي الواجهه بتاعت البرنامج. الواجهه بسيطه وسهله. اول حاجه لازم نعملها ان احنا هنوصل الايفون بالماك او الكمبيوتر بتاعنا، بس اهم حاجه لما نيجي نوصل بالكابل الاوريجينال بتاع الايفون او اي كابل اوريجينال عموما. اهم حاجه تكون متاكد انه اوريجينال. فدلوقتي هنوصل الكابل الموبايل ونوصله بالماك. هنلاقي الشاشة الأساسية بتاعت البرنامج اتغيرت وقدر يقرأ الايفون اهو، جاب لنا ايفون 16. طيب البرنامج ده بيقدر يساعدنا ان احنا نخش في وضع الاسترداد بسهولة ونقدر نخرج منه في نفس الوقت. يعني انا دلوقتي الموبايل اهو شغال قدامكم، هدخله هدوس في وضع الاسترداد اهو، هدوس دخول. هو الموبايل هياخد 80 ثانية والموبايل تلاقيه فصل اهو. تمام كده الموبايل داخل في وضع الاستبداد، وهتلاقي السكرين بتاعت الموبايل اتغيرت والموبايل كده بقى جاهز لحل اي مشكله. طيب لو انا دخلت فيه بالغلط وعايز اخرج منه بمنتهى السهوله، تقدر تدوس خروج والبرنامج هيقدر برضه يخرجك من وضع الاستبداد ويرجع لك تليفونك من غير ما تخسر طبعا اي داتا او اي مشكله. والمفروض ان هو 9 ثواني وهيشتغل اهو. كده الموبايل اشتغل، البرنامج لسه مخلص. تمام، نجاح. قرا الموبايل. لو جينا نشغل الموبايل هاخد بس الباسورد. تمام، الموبايل شغال زي ما هو وكل الداتا موجوده. طيب لو المشكله بتاعتي ما اتحلتش بالطريقه دي، المفروض ان انا اعمل ايه؟ في عندنا البرنامج بيقدر يديك ميزه لاصلاح نظام الاي اس ده. طبعا ال 150 مشكله تقدر تدوس عليها ابدا الاصلاح. الاصلاح قياسي ده بيقدر ان انت تحل 150 مشكله من الايفون بتاعك. هو حتى كتب لك هو اكتر من 150 مشكله في نظام الاي اس دون فقدان بيانات. دي اهم حاجه، ان انت من غير ما تخسر الداتا بتاعت الايفون بتاعك، زي مثلا الشاشه البيضاء او الشاشه السوداء او الشاشه العالقه على اللوجو ابل او دخول في وضع الاستبداد. اي مشكله من المشاكل دي بعد ما بتدوس عليها وتحددها، خلي بالك بيبقى في ملاحظات تحت كده لازم تعرفها كويس. بيقول لك واحد، يرجى التاكد من ان الجهاز فيه مساحه خاليه 800 ميجا على الاقل. البرنامج ده ما بيدعمش اصلاح المشاكل في الجهاز، يعني لو في مشكله في الموبايل نفسه مش في السوفت وير، وطبعا اكيد البرنامج مش بيحلها. بيقول لك رقم 3، هيتم تحديث اصدار اي اس في جهازك لاحدث اصدار. يعني انت لو على اصدار قديم ومش عايز تحدث، هو هيجبرك ان انت تحدث لاحسن اصدار. ممكن انت بعد كده تنزل الاصدار بتاعك في الميزه اللي هم حاطينها في البرنامج. تمام، بعد الاصلاح سيعود الجهاز الى حاله عدم الانكسار. يرجى التاكد ان جهازك يعني لازم يكون مشحون، واذا كان جهازك كمبيوتر محمول زي اللابتوب اللي انا شغال عليه، الماك شغال عليه دلوقتي، لازم تفضل شحنه او على الاقل حطه في الشاحن. لازم تبقى متاكد طبعا ان شبكه الانترنت تكون شغاله عندك على الجهاز وعلى الموبايل. بيوصي ان انت طبعا تستخدم الكابل الاصلي زي ما قلت لكم. طيب لو جينا ندوس اصلاح قياسي، هندوس هنا
على الزرار ده، هنا هو قرا الموبايل بتاعي على اصدار اي اس كام، ده مكان الفايل اللي هينزل فيه الاصدار بتاعي. هدوس هنا تحميل وهيتم بالفعل اصلاح المشكله بتاعه الموبايل. طب لو في الحاله دي الموبايل ما تصلحش، حصل مشكله برضو في الايفون، هنعمل ايه؟ هنروح خارجين ونختار اصلاح عميق. ده اصلاح عميق ده كاتب لك هو تحتيه حتى هو بين قوسين اهو، لا تحتفظ بالبيانات، اللي هو انت كل الداتا بتاعت الموبايل بتاعك هتتمسح نهائي، مفيش فكره ان انت هتعرف ترجعها دي خالص. حتى كمان هو كاتب لك تحت اصلاح مشكلات نظام اي اس الاكثر خطوره عند فشل الاصلاح القياسي، ولكنه سيؤدي الى فقد بياناتك. يعني من الاخر كل الداتا بتاعتك هتروح. لو دوست اصلاح عميق نفس الكلام، فهتلاقي هنا ظاهر لك كل البيانات اللي كانت موجوده في الاصلاح التاني، اللي هو طبعا البيانات بتاعت الموبايل والتحديث وكل الكلام ده. هتدوس على التحميل هيفضل يحمل معاك، وساعتها باذن الله المشكله هتتحل. طيب عندنا حاجه تاني، لو خرجنا على الواجهه الرئيسيه بتاعت البرنامج تقدر تدوس ترقيه اي اس او الرجوع. هنا يقدر يحدث لك اي اس بتاعك ل 26، او تقدر ترجع لاي اس 18 لو انت عايز ترجع بالنظام القديم. بس خلي بالك لما تيجي ترجع للنظام القديم البرنامج هيقول لك ان انت كل البيانات بتاعتك هتتمسح. فالاحسن ان انت تبقى واخد نسخه احتياطيه، وهقول لك دلوقتي ان البرنامج ده برضو بينفع تاخد منه نسخه احتياطيه للماك بتاعك يعني، او في اللابتوب بتاعك. طيب ده من ناحيه تحديث اي اس. استرداد النسخ الاحتياطي اهو، ده هنا تقدر تعمل نسخ احتياطي للبيانات بتاعتك او بتاعت الايفون بتاعك. انا اوريدي بالفعل عملتها، يعني دوست على نسخ احتياطي للبيانات، جاب لك هنا الابلكيشنز اللي هو ياخد الداتا بتاعتها، وبتبدا تدوس، وده هنا المكان اللي هينسخ فيه البيانات بتاعتك. لو جيت دوست على علامه الترس دي هيظهر لك المكان الداتا هتنزل فيه يعني. بعد ما بتختار المكان بتدوس بدء نسخ احتياطي، بيبدا يحمل معاك وياخد لك زي بيك اب للموبايل بتاعك على الجهاز. طيب انا خلاص خدت الداتا بتاعتي ونقلت كل الدنيا دي، حليت المشكله وكل حاجه، عايز ارجع الداتا بتاعتي تاني. دوس على استعاده البيانات اهي، بتحددها كده، وهو جايب لك الفايل اهو اللي انا نزلته من ايفون 16 على الجهاز، جايب لك الحجم، جايب لك كل الداتا بتاعته. بتقدر تدوس استعادة إلى الجهاز ويبدأ يحمل معاك، يرجع لك الداتا بتاعت الماك والداتا بتاعت الايفون اللي على الماك، بترجعها لك تاني للموبايل. عندك هنا بقى مزايا زيادة للبرنامج، يعني عندك هنا مثلا ترقية النظام بتاع الماك بتاعك أو رجوع لإصدار قديم، وضع مكافحة استعادة البيانات. عندك بقى بص عيش، يعني بص تفاصيل كتيرة. أنا قلت لكم هو مش بيصلح الآيفون بس، هو برنامج شامل لكل لو أنت معاك الإيكو سيستم بتاع أبل هتقدر إن أنت بالبرنامج ده تحل أي حاجة معاك، أو أي أزمة خاصة بالسيستم بتاع أبل. خلاص أنت زي الفل كده ما دام معاك البرنامج ده. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.